السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا بيصادفنا كلنا، اللي هو موضوع فتحان رجل الفرخ والكساح عند الفراخ. طيب كل ده هنعالجه وهنشوف علاج الفرخ اللي رجله فتحت ايه، او الفرخ حاسه ان رجله فتحت هنعالجها ازاي، والفرخ اللي حاسه ان هو اتكسح هنعالجه ازاي، والفرخ اللي انكسر هنعالجه ازاي. كل ده هنتكلم عنه دلوقتي. اول حاجه انا معايا حاله حسيت ان هي رجليها فاتحه، يعني حاسه ان الفرخ بيشطر برجله يمين، وحاسه ان رجله وهو نايم رجله مفروده، وبيجي يمشي رجله زي ما تكون هتتزحلق ورجله مفتوحه خالص، ماشي، اللي هي اصلا الفرخ يوم واتنين وهيمشي على بطنه. طب ايه الحل بقى يا جماعه في الموضوع ده؟ الحل اول حاجه، شايفين رجله؟ شايفين انا عامله في رجله ايه؟ بنلم رجله لبعضها، بنسيب له مساحه يمشي ويتحرك، ونمسك رجله نربطها، بس مش نربطها بخيط رفيع، لا، ولا نربطها نضغط عليها هي ربطه واحده من هنا ونيجي نربطها ربطه كمان من هنا. المساحه اللي الفرخ يكاد يكون يقدر يتمشى معاها، او يتمشى ويقوم ويتحرك براحته، ونربطها. وبرضو من يبقى الرباط مهوي يا جماعه، يبقى الرباط مهوي خالص على رجل الفرخ، وتكون حاجه تخينه مش حاجه رفيعه، حاجه تخينه مش حاجه رفيعه، ونربط ربطه واحده خفيفه وتكون واسعه، ونرجع نربط من الجنب التاني. يعني المساحه اللي احنا او يعني ايه المساحه اللي الفرخ يمشي بيها. شايفين المساحه ايه؟ شايفين المساحه بينها وبين بعضها؟ الفرخ ده انا ربطها بقاله كام يوم، ماشي. وايه الحاجه التانيه بقى اللي احنا الادويه هقولها، بس بعد ما اوريكم الفرخ ده هيمشي ازاي قدامكم. عايزه اوريكم بس مشيته. شايفين الفرخ؟ شايفين الفرخ ماشي اهو وبيتحرك عادي خالص اهو. فرخ ماشي وبيتحرك عادي اهو. شايفين الفرخ اهو بيمشي. الفرخ مشى واتحرك معانا عادي. تاني حاجه انا عملتها له ده الفيدروب ب3 ايام، كل يوم نص قطاره، ونحط طبعا كل الفراخ اللي عندنا كلها في الميه. يا رب يا جماعه الصوره مش راضيه توضح عشان الاسم يوضح. في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه، مش راضيه. ايوه، فيدروب ده من الاطفال ب25 جنيه من الصيدليه. بتاخدي نص نقاطه من دي تحطها للفرخ في بقه 3 ايام، سواء الفرخ اللي متكسح، سواء الفرخ اللي رجله مكسوره، سواء الفرخ اللي رجله اللي اتكسح ورقد على بطنه، اي نوع من انواع الطيور حصل عندها كده، يبقى ده حل من الحلول بتاعتنا، ماشي كده تمام. اما بقى الفرخ اللي اتكسح ده علاجه لوحده، اللي هو رجله وجعاه اللي هو اتكسح ده علاجه لوحده. هتحط له بقه 3 ايام نفس القصه، وتحط في الميه هيقوم ويبقى زي الفل. بس نلحق فراخنا في الاول، ماشي. الفرخ اللي رجله مكسوره هنربط مكان الكسر، هنربط مكان الكسر، وندي برضو الفيدروب مكان الكسر. هتمسكيه تربطيه وتحط له مثلا خشبه من هنا على خشبه من هنا، وتحط له برضو الفيدروب في بقه، وتحطي على الميه كوقايه لجميع الطيور اللي عندك، وهو تحط له مباشر في بقه. هيشرب برضو من الميه، وبرضو حطيت له في بقه يبقى اخد علاجه مباشر. كتير في الفراخ البيضاء بيحصل مننا موضوع فتحه الرجل دي، ومبنبقاش عارفين نعالجها ازاي، ونسيب الفرخ يبوظ مننا ويتبهدل، ويكاد يكون ممكن في الاخر ما يكبرش وما يشيلش وزن معانا، يا اما بقى يستنى ويعيش ونذبحه، يا اما يبقى من كتر عدم الاكل او اكله يموت، او حاجات ياما بتقابلنا. فاحنا ليه نخسر فرخ وعلاجه بسيط وسهل خالص؟ زي ما قلت لكم ده علاجنا
وده كل حاجة لازم نشوف لها حل سريع. اي حد عنده اسئله او اي حد عنده اي حاجه في فراخ ويكتب لنا في الكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.